المعسكر كويس. روح كويسة بين اللعيبة والجهاز الفني وكل الناس اللي موجودة يعني. البلد اللي احنا موجودين فيها حلوة جدا وجواها حلو وفي بحر قدامنا وبتاع، فالأجواء كلها حلوة. نستعد بشكل كويس إن شاء الله للموسم الجديد. طبعا احنا خدنا راحة بعد كأس العالم، فاللعيبة راجعة يعني عندها شغف وجعانة شوية إن هي بقى تقدم حاجة الموسم الجديد. ففترة إعداد لازم تبقى صعبة عشان نقدر إن شاء الله نكمل الموسم الجديد كله بنفس القوة يعني. والله الحمد لله يعني، بس فترة الإعداد هي مهمة جدا لأن إن أنت تصلح حاجات أنت يعني كنت مش أحسن حاجة فيها. هي فترة إعداد زي ما بيقولوا إن أنت عشان تبدأ الدوري بفورمة 100%. فاحنا بناخدها خطوة خطوة. ده أول ماتش راجعين بقالنا 5 أيام أو 6 أيام. ما كل لعيب بياخد وقت معين عشان خاطر الحمل البدني برضو، وان شاء الله خطوه خطوه كل اللعيبه توصل لاعلى فورمه يعني. طبعا كل حد ده حمل بدني متوزع بالتست اللي كان معمول في اول يوم يعني، بالقياسات البدنيه اللي كانت معموله. آه، شايف ان هي لسه يعني بدري، احنا لسه بادئين وخطوه خطوه، والتطلعات طبعا كبيره وكل حاجه. بس يعني ان شاء الله اهم حاجه لما نبدا الموسم يعني بصفه رسميه يعني. ده المهم. زي ما انا قلت احنا لسه في الاول. الراجل عنده افكار كتيره بيوصلها للعيبه، اللعيبه بتحاول على قد ما تقدر ان هي تحاول تنفذ اللي الراجل عايزه. زي ما قلت انا مش قلقان خالص. ان شاء الله نبدا الموسم كلنا بحاجه كويسه يعني. لما دخلت التتش طبعا احساس جميل وحلو يعني. كنت مبسوط وكنت متطلع ان انا يعني اشوف الاجواء عامله ازاي. لا طبعا حاجه ما شاء الله يعني مختلفه تماما. لا هو كل اللعيبه معظمهم صحابي يعني، عشان كده الواحد حاسس ان هو برضو مش غريب يعني. اللعيبه كلهم اخواتي واصحابي يعني من بدري، من قبل ما اجي الاهلي يعني. فعشان كده من اول يوم وانا حاسس ان انا يعني موجود في مكان انا حاسس بيه براحه نفسيه، مع طبعا دعم الجمهور والناس اللي مستقبلاني والحاجات دي كلها طبعا. فمبسوط اكيد يعني. لا مفيش مقالب ولا رخامه لسه لحد دلوقتي. لسه بادئين. والله اكتر واحد بيدخلني في الاجواء مش قادر اقول حد معين، بس هما كلهم يعني مش عايز اقول يعني حد بعينه، بس لا كل اللعيبه يعني كلهم معايا نفس الحاجه يعني. اكتر واحد دمه خفيف وبيهزر هو طبعا قفشه، دي معروفه. قفشه طول الوقت هزار وضحك يعني. اكتر حد جد ممكن تقول الشناوي. الشناوي طول الوقت جد واخد الموضوع سيريوس قوي يعني. لا طبعا اي حد بيلعب في النادي الاهلي لازم يبقى عنده تطلعات او عنده طموح ان هو يبقى بيكسب كل البطولات. اللعيبه كلها مركزه بالجهاز الفني وعارفين طموح الجمهور ومستنيين ايه من اللعيبه، خصوصا كمان ان الاهلي اضاف يعني او جاب صفقات جديده منهم انا يعني. فالناس كلها متطلعه ان شاء الله يبقى موسم كبير يعني النادي الاهلي كالعاده. تريزيجيه لاعب كبير جدا وان شاء الله يقدم موسم كبير كالعاده يعني. هو واحد من نجوم منتخب مصر ودلوقتي النادي الاهلي في سنين طويله فاتت يعني. فان شاء الله يعني ما عنديش شك خالص ان هو يعمل موسم كبير يعني. لا السكواد القوي للنادي الاهلي والسنه دي والصفقات الجديده اللي جت اكيد مش بيمثل ضغط قوي يعني، بس هو اكيد يعني بيحط اللعيبه ان هم لازم يكسبوا كل بالبطولات. شايفين الجمهور قد ايه متطلع وقد ايه طموح للفرقه اللي جايه، وشايفينهم بالاسماء الكبيره والحاجات دي كلها. بس في الاول في الاخر احنا كل واحد بيعمل اللي عليه وهيقدم كل حاجه هو يقدر عليها. بنجهز بشكل كويس زي ما قلت، وان شاء الله الواحد بيتمنى يعني يبقى موسم كبير للنادي اولا ولكل لعيب فينا يعني. والله طبعا الاستقبال استقبال جميل يعني. اكيد انا محدش متخيل انا مستني الموسم يبدأ ازاي. ما عايز اوري او ابين شكل جديد ومختلف عن زيزو يعني، بشكل مختلف السنه دي. الناس ان شاء الله مش عايز اخلي الاكسبكتيشنز يعني او التوقعات كبيره قوي، بس ان شاء الله هتشوفوا نسخه مختلفه تماما من زيزو باذن الله. طبعا منافسه كل مركز فيه 2 3 نجوم كبار. هتبقى منافسه زي ما قلت قبل كده، هي منافسه صحيه للفرقه، بتدي للمدرب اوبشنز كتيره ان هو يختار. خصوصا كمان ان انت بتلعب في كل البطولات، فمحتاج كل اللعيبه، محتاج كل سكواد. عشان كده
لازم يبقى عندك كل اللعيبه جاهزه وكل اللعيبه نفس الكواليتي يعني. والله بدايتي الحمد لله يعني، الحمد لله الواحد يعني كان مستنيها يعني، عشان كده متحمس للموضوع، فعشان كده اتمرنت بشكل كويس وجهزت نفسي بشكل كويس عشان ادخل. عارف ان انا رايح بطولة كبيرة مع النادي الاهلي وكان عندي شغف غير طبيعي يعني ان انا ابدا البطولة دي مع النادي الاهلي، فعشان كده يعني الحمد لله ربنا كرم. اي نعم النتائج ما كانتش احسن حاجة، ولكن يعني كبداية بالنسبة لي انا شايفها بداية كويسة، وان شاء الله اللي جاي باذن الله احسن بكتير يعني. والله اول ماتش يعني عشان خاطر قدام ميسي، انا مش عايز ابالغ يعني، اكيد انا طبعا اتشرفت ان انا لعبت قدام ميسي، بس انا كان في دماغي، كل اللي كان في دماغي ان انا اول ماتش بالنسبه لي مع النادي الاهلي، على يعني لو قارنتها بان انا اول ماتش قدام ميسي واول ماتش قدام يعني مع النادي الاهلي، كان بالنسبه لي الشغف اكبر ان انا العب مع النادي الاهلي اول ماتش يعني. والله زي ما قلت يعني، تعادلنا مع انتر ميامي وتعادلنا مع بورتو، رغم الفرص الكتيره قوي اللي ضيعناها في ماتش بورتو يعني، بس هو توفيق ربنا، وهو كل حاجه مكتوبه يعني. انت الانسان او اللعيب عامه يعني ما لوش غير ان هو بيسعى وربنا بيكرمه في الاخر او لا، دي حاجه بتاعته ترجع له يعني. فاحنا عملنا اللي علينا، أنا من وجهه نظري انا يعني شايف ان اللعيبه عملت اللي عليها، طبعا برضو مع مدرب جديد ولاعيبه لسه ما فهمتش بعض ولسه ما دخلتش في التركيبه قوي يعني، فكان الموضوع يعني ممكن يكون متوقع شويه يعني. طبعا يعني الطموح ما بيقفش يعني مع النادي الاهلي، ولعبته كلها طموحه بشكل يعني مرعب يعني، فاكيد متطلعين ان احنا نبقى موجودين ان شاء الله في كاس العالم 2029 باذن الله يعني. طبعا مستني طبعا اول جون في النادي الاهلي، بس مش مستعجل عليه يعني، كده كده ان شاء الله هيجي باذن الله يعني. انا ما بستعجلش حاجه، انا زي ما قلت لك قبل كده ان انا بعمل كل حاجه عليا او باخد بالاسباب اللي هي تخليني ابقى كويس وان انا اقدر اساعد الفرقه، والاجوان اي حد بقى يجيب. طبعا مستني الجون بتاعي الاول في النادي الاهلي، بس يعني اتمناه يكون اول ماتش في الدوري يعني. لا مش مجهز حاجه، انا مش مجهز احتفالات ولا حاجه، انا هجيب الجون واسكت. والله شايفها حاجة كويسة يعني، أنا شايف إن الموسم إن هو خلص في آخر 5 ده حاجة كويسة، ده الطبيعي المفروض اللي بيحصل في العالم كله يعني. أي نعم إحنا كنا متأخرين شوية في المواسم اللي فاتت، بس بدأنا نصلح حاجة زي كده، دي بتدي اللعيبة فترة راحة كويسة، استعداد للموسم الجديد، بتساعد اللعيبة إنها تظهر بشكل أحسن الموسم اللي بعده. فطبعا حاجة كويسة جدا إن إحنا الموسم بيخلص بدري، خصوصا كمان إن السنة دي في كذا بطولة مع المنتخب يعني، ممكن كاس الامم، ممكن كاس العرب، ما اعرفش احنا نشارك فيه ولا لا، كاس العالم السنه اللي جايه، دوري ابطال افريقيا، حاجات كتيره جدا يعني. فاتمنى يبقى موسم كبير وموسم كويس مليان بالانجازات والبطولات باذن الله، واحنا بنستعد له بشكل كويس ان شاء الله. خلاص دلوقتي المنافسه سواء محليا او قاريا يعني او في بطولة افريقيا يعني، الموضوع بيبقى صعب، كل الفرق بتبدأ تستوعب الامور ان هي عايزة تطور من الفرقة والحاجات دي كلها، فكل الفرق حتى محليا ما بقاش فرقة ولا 2 ولا 3، معظم الدوري دلوقتي بقى بيجيب لعبة كويسة وبيدفع فلوس كويسة الدوري حتى كمان الليفل او الكواليتي بتاع الدوري بدأ يعلى، لعيبه بقى نشوف لعيبه كواليتي احسن، فده طبعا هيساعد الكره المصريه اولا، وهيساعد اللعيبه كلها ان هي تظهر بشكل احسن تنافسي اكتر يعني. احنا لازم برضو نفهم، ما اعرفش اللعيبه بتفكر ازاي وعليها لود او لا، انا هكلمك من وجهه نظري انا، من حق اي حد من الجمهور ان هو يتطلع او يحاسب او يعني يدي رايه، بس انت برضو كلعيب عندك شغلانه يعني، هي شغلانتك عارف فيها كويس وبتشتغل فيها بشكل كويس، المفروض ده ما يحطش عليك لود، بالعكس انت المفروض تسعى وتشتغل ان انت تبين احسن حاجه عندك. الكوره فيها متغيرات كتيره وفيها مكسب وخساره، ايا كان راي الجمهور طبعا يحترم وكل حاجه، بس انت برضو كلعيب لازم تبقى فاهم ان في مواقف كتير قوي تعدي بيها ممكن ما تبقاش احسن حاجه، فلازم تبقى ترجع تاني في اسرع وقت يعني. تيشرت النادي الاهلي طبعا بيطلب كل حاجه. بيطلب كل حاجه في كل الاوقات وفي اي ماتش سواء ودي او رسمي او حتى مأجرين ساعه مع بعض. بيطلب ان انت تكسب دايما يعني. طبعا النادي الاهلي انا مش عارف، مش محتاج اتكلم عن النادي الاهلي، بس يعني الاحساس اللي انا شفته وعارفه من بدري ان لعيبه دايما عندها طموح بيتجدد، عندها الشغف، الجمهور دايما
مش عايز يعني مش ما بيشبعش، عايز دايما بطولات، وعايز دايما فريقه احسن، وعايز دايما فريقه يبقى متوج دايما، وعايز يفرح بلعبته بفرقته بكل حاجه. فدي حاجه تبسطك يعني ان انت فريق طموح بالشكل ده. يعني حاجه الاستقبال اللي انا شفته والحاجات دي كلها، ما يعني مبسوط بيها جدا. يعني حاجه تبسطني ان انا اشوف جمهور الاهلي ازاي بيدعمني بالشكل ده. فان شاء الله يعني مستني الموسم الجديد يبدا باذن الله. طبعا الجمهور بيدعم كل اللعيبه حتى في اوحش فتراتها، يعني عشان يقدر يرجع ويساعد الفرقه بشكل كويس. يعني زي ما قلت الكرة فيها متغيرات ويعني اتمنى ان الجمهور يبقى في ظهر اللعيبه كلها عشان نحقق اللي احنا كلنا عايزينه، سواء لعيبه او جهاز فني او اداري او جمهور، كلنا مع بعض واحد عشان نحقق نفس الهدف. فبدعمهم ان شاء الله نوصل لحاجه كويسه باذن الله. طبعا معروفه جمهور الاهلي دايما بيدعم اللعيبه حتى في اوحش حالاتهم، يعني او لو بيمروا بظروف مش احسن حاجه. يعني لان في الاول في الاخر انا اتمنى ان الجمهور يقف في ظهر لعيبته، لان احنا زي ما بقول كلنا في مركبه واحده، كلنا عندنا نفس الهدف وكلنا عندنا نفس الطموح. واكيد الجمهور هيحتاج كل اللعيبه عشان الماتشات الكتيره اللي في الموسم. اتمنى يعني هو ده حاجه مش غريبه عليهم يعني، بس اتمنى منهم ان هم يبقوا في ظهر كل اللعيبه عشان نوصل كلنا لهدف واحد، هو تحقيق كل البطولات. يعني التارجت بتاعي مش يعني اول مره ما يبقاش فردي، يعني بصراحه، يعني عشان اكلمك بصراحه اول مره ما يبقاش فردي حاجه ليا انا. طبعا عايز اعمل كل حاجه، ان شاء الله هسعى ان انا اعمل كل حاجه واقدم 200% من اللي انا اقدر عليه. بس هدفي اكتر جماعي ان انا عايز اكسب بطولات كتيره مع النادي الاهلي، عايز اعمل موسم تاريخي ان انا اكسب فيه كل البطولات اللي احنا بنلعب فيها. يعني حياتي بره الملعب عباره عن حاجتين 3 بالكتير. يعني شغلي، الحاجات اللي بتساعدني ان انا ابقى كويس في شغلي زي الجيم والريكفري والحاجات دي كلها، وعيلتي بس، ما هي مقتصرة على الحاجات دي. فمعظم الوقت يعني حتى لما باخد اجازة ببقى مع عيلتي. يعني ما عنديش اجازة، عندي طول السنة بشتغل عشان احافظ على نفسي، ما ان شاء الله يعني ما يحصليش اي اصابة او حاجة. بحاول اهتم بالاكل والريكفري والحاجات دي كلها. فهي دي حياتي بره الملعب يعني. عشان اطور موهبتي واحافظ عليها، ما بعمل كل حاجه تساعدني ان انا اعمل كده. يعني ما بتفرج على الماتشات بتاعتي، بحللها مع شركه تحليل اداء، بتمرن مع مدرب خاص بدنيا بيوصلني لاعلى فورمه ممكنه، بيخليني اعمل ريكفري كمان بعد الماتشات باسرع وقت. بس لان انا في الاول في الاخر قلت لك دي شغلانه كل لعيب، ومحتاج انت تشوف ايه النواقص اللي عندك او ايه الحاجات اللي ممكن تطورها وبتعملها يعني عشان تساعدك. بفصل ازاي عن الضغوط؟ بلعب مع ايلا في الجارد. والله بكلمك بجد. لا بص، يعني ما بشوفش الموضوع كده. انا دايما شايف الموضوع بشكل مختلف شويه، ان الكرة فيها متغيرات كتيرة جدا. يعني احسن حاجة في الكورة او احسن حاجة في الجمهور عامة ان هو دايما بيديك فرصة للماتش اللي جاي ان يخليك احسن واحد في العالم. هي دي. فانت لو النهاردة اتأثرت بكلام سلبي او اي حاجة، فانت كده كده الماتش الجاي هتبقى وحش. لكن الفكرة نفسها في ان انت لازم تبقى فاهم ان عندك فرصة الماتش الجاي ان انت توري الناس انت تقدر تعمل ايه حتى لو كنت وحش الماتش ده. بص انا عشان افصل شويه عن الكوره، انا بشتغل معظم الوقت في اليوم يعني. فالحاجه التانية اللي انا بعملها ان انا بفصل، يعني بحاول اطلع نفسي بره عن الكوره وبره عن اي حاجه يعني. فببقى شويه مع العيله يعني. يعني انا بيتوتي شويه. جمهور الاهلي يعني عايز اقول له شكرا على الاستقبال الجميل اللي انتوا استقبلتوه لي. بتمنى ان شاء الله اكون على حسن ظنكم بيا يعني. متحمس جدا ان انا يعني مستني العب في استاد القاهره بقى قدام الجمهور، دي حاجه هتبقى مختلفه بالنسبه لي. وان شاء الله اقدر اقدم لكم كل حاجه انتم متوقعينها منها ان شاء الله.